شهر رمضان له خصوصية عظيمة جدا، حتى إن القلوب جبلت على شوق عظيم له، تميز بهذا الشوق له عن بقية شهور السنة، وهذا من خصائص هذا الشهر، وهو خير الشهور وأفضلها وأعظمها. ومن عظيم شأنه أن الله عز وجل اختصه من بين سائر الشهور بأن أنزل وحيه العظيم وذكره الحكيم القرآن الكريم في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. ولرمضان خصائص عظيمة جدا، استحضارها واستذكارها يزيد من شوق المسلم لرمضان ومجيئه. روى الإمام الترمذي في كتابه الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. هذا حديث جامع عظيم في بيان خصائص هذا الشهر المبارك. وجاء في بعض روايات هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هذا رمضان قد جاءكم، ثم ذكر خصائصه. أول لحظة يدخل في هذا الشهر تبدأ البركات، تبدأ الخيرات، تبدأ الخصائص العظيمات إذا كان أول ليلة، ثم تمضي مستمرة هذه الفضائل، هذه الخصائص في الشهر كله. إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، أي وضع لهم الأصفاد وهي السلاسل والقيود، وبها لا يتمكنون من التحرك والانطلاق الذي كانوا يتحركونه في غير رمضان. وهذه بركة في الشهر، بركة في الشهر أن الشياطين سلسلت وصفدت وقيدت، والمصفد لا تتعطل حركته تماما، لكنها تضعف ولا يتمكن من أن يخلص إلى ما كان يخلص إليه قبل أن يصفد. قال: لله عتقاء من النار كل ليلة من ليالي رمضان لله عتقاء من النار. فالأبواب التي للنار تغلق، ولله عز وجل عتقاء من النار في كل ليلة. هذا يحدث معنى كبير جدا في نفس المؤمن في دخوله لشهر رمضان المبارك، وهو النجاة من النار، وأن شهر رمضان المبارك يعد فرصة ثمينة جدا عظيمة لتحقيق ذلك. وليقل لنفسه خطابا صريحا واضحا: يا نفس، إن لم تمسك عن الشر في رمضان وموسم الغفران والعتق من النيران، متى تمسك عن الشر؟ إذا كنت لا تقبلي على الخير وعلى الطاعة في هذا الموسم العظيم، متى عساك أن تقبلي على الخير؟ وكم هو جميل بالمرء أن يستغل هذا الشهر لمداواة النفس
والنفس تحتاج إلى مداواة ومعالجة، وأحسن ما يكون لمداواتها المواسم العظيمة. وهذا المعنى هو الذي إليه الإشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويل له ويل له ويل له لمن دخل رمضان ثم خرج فلم يغفر له. كيف ما تتحرك النفس، كيف ما تقبل، وكل البركات هذه مهيئة ومتاحة، والفرص العظيمة للغفران كل هذه متاحة، فلماذا لا يقبل؟ ولهذا استحضار هذا النداء العظيم في كل ليلة من ليالي رمضان والحرص على مداواة النفس بذلك، هذا من أنفع ما يكون للعبد.